الصوره اللي قدامك دي كانت في الدقيقه 78 لما كولر خرج وسام ابو علي ونزل مكانه كهربا. خليني اقول لك مفاجاه ان الاهلي لحد التوقيت ده ما وصلش بفرصه محققه للتسجيل امام مرمى بتشوك غير مره واحده بس. طب هي فين المفاجاه؟ المفاجاه هنا ان اللي صنع الفرصه دي للاهلي هو وسام ابو علي في الدقيقه 37 من الشوط الاول. وسام وقتها سحب المدافع لبره وربط مع الشحات وتحرك في ظهر المدافع ومرر الكره بوشه ورجله وطاهر ضيع الفرصه. اما الصوره دي بقى كانت بعد نهايه الشوط الثاني اللي كهربا لعب فيه 10 دقايق وما كانش عارف يستلم كوره واحده لانه في الاساس بيتحرك غلط. لك ان تتخيل بقى وسام ابو علي بنفسه راح لكهربا وشرح له ازاي يتحرك صح ويهرب من رقابه المدافعين. على فكره دي تعتبر كارثه وكارثه كبيره كمان عشان تبدا الاشواط الاضافيه وتيجي الدقيقه 104 وكهربا يتحرك صح زي ما شرح له وسام ويحط نفسه في وضعيه انفراد صريح، لكن يضيع الفرصه بسذاجه كبيره عشان تبدا ركلات الترجيح والاهلي يكون كسبان فرق 2 ولاعيبه الاهلي تزق كهربا عشان يشوط الركله الحاسمه، بالرغم ان مش ده دوره ويضيعها بسذاجه والاهلي يخسر. تغيير وسام اللي عامله كولر ده سقطه في تاريخه كمدرب حرفيا. انا عارف ان كولر مضطر وطلباته ما جاتش وملف الصفقات من اسوأ ما يكون، بس العند مش بيولد شيء ناجح في الاخر، العند بيؤدي لمشاكل وبس. كولر حب ياند مع الاداره ويقول لهم اهو لما عوزت ابدل مهاجم في المباراه ما كانش عندي غير كهربا، هو ده العند بيلبس الغلط فيهم وفعلا عنده حق، بس ما تتعملش كده، ما تاثرش على نتيجه المباراه بقرار عشوائي زي ده، لان وسام ما كانش تعب ولا حاجه ولسه كان بيحاول واكتر لاعب بيتحرك صح. كولر ارتكب غلط كبير لان الشحات خرج وقفشه كان بره وتاو كان بره. مين اللعيب اللي هيربط مع وسام اصلا؟ ولما نزل قفشه وتاو خرج وسام، منتهى الغلط. قفشه وبيرسي تاو ووسام في ملعب واحد، يعني زياده الربط ما بينهم، زياده التمريرات على المهاجم سواء في قدمه او في المساحه، زي فرصه انفراد كهربا من صناعه تاو. ما هو يا جماعه الكوره مش بالعافيه والضرب والرزق، قلبين الدفاع في الاهلي ما بيعرفوش ينقلوا كوره، نفس الكلام خط الوسط بلا اي حلول ولا اي تمريره باستثناء مروان عطيه. امام عاشور رقم 8 مش رقم 10، مش صانع لعب هو، فما تستناش منه غير ده، لازم لاعب جنبه يلعب كوره، ما ينفعش اكرم خالص. لاعب خط الوسط قبل ما يكون هداف هو موجود يربط بين الخطوط ويدعم المهاجم، لان المهاجم اقرب لاعب للمرمى وعنده ملكه تهديفيه اكتر، وخط الهجوم ما فيهوش غير وسام والشحات بس اللي سنه عدى 30 سنه. الاهلي في كل خط عنده لاعب وحيد عنده حلول وملهوش بديل زي عطيه الله وامام ووسام والشحات، فمحدش ينتظر اكتر من كده، لازم تدعيمات. عشان كده كولر يشيل المسؤوليه والاداره تشيل المسؤوليه الاكبر بكل تاكيد.